يا مساء السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كل اللي يشوفني يكون طيب وبخير ان شاء الله. يلا بينا النهاردة بقى نعمل طبق مكرونة كده بالصوص الاحمر، طعمها تحفة جدا. في 10 دقايق هتطلعي احلى مكرونة هتدوقيها في حياتك. يلا بقى بينا نصلي كده على الرسول، لايك وشير للفيديو وكومنت حلو منكم للتشجيع. يلا بقى حطي لي كده يا ست البنات حلة فيها مية على النار عشان نسلق فيها المكرونة. اول لما المية تغلي هننزل كده بمعلقة كبيرة من الملح ومعلقتين كده من الزيت عشان المكرونه لما نيجي نسلقها ما تلزقش في بعضها وما تعجنش. ننزل بيها على طول بكيس المكرونه بتاعنا ايا كان، اذا كان نص كيلو او كيلو حسب الكميه اللي انت تحبيها، وسيبيها تستوي. في المرحلة دي هنحط حلة تانية صغيرة كده، نحط فيها شوية من الزيت. أول لما يسخن ننزل ببصلاية متوسطة متقطعة مكعبات. عايزين نشوح البصلة بتاعتنا دي لحد لما تدينا لون كده الجلد الفاتح. هننزل بقى بمعلقة صغيرة كده مليانة من الثوم المفروم، وبيدي نكهة حلوة جدا للمكرونة بتاعتنا. بصوا افككوا كده لان انا الثوم بفرزنه زي ما انتوا عارفين. هفككه كده وعلى طول خد اللون وشميت الريحة بتاعت الثوم. خلاص بقى كده البصلة بتاعتنا بقت مظبوطة. ننزل بقى بكيس صلصة الطماطم اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، ولو ما كنتوش شفت الفيديو ده فارجعوا للفيديو هتلاقوه موجود على القناة. بسرعة حضروا الصلصة دي وانجزوا. بصوا هتنجز معاكوا، مش قادرة اقول لكم قد ايه رهيبة. زي ما قلت لكم في الفيديو بتنجز في كل الوصفات بتاعتنا. هننزل بالصلصة وبعد كده هنزل عليها بكوباية من المية المغلية لان دي صلصة خام. احنا عاملين صلصة تقيلة، الصلصة الخام زي بتاعت المحلات، فهنخففها كده بشوية من المية زي ما قلت لكم. معلقة كبيرة كده من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسمر، ندوب كل دول مع بعض أو نقلبهم مع بعض. وبعد كده هغطيهم وهسيبهم ياخدوا كده غلوة مع بعضيهم. نرجع للمكرونة بتاعتنا. المكرونة كده ما شاء الله اللهم بارك كده استوت. يا دوبك هي 7 دقايق بالظبط والمكرونة تكون استوت عشان ما تعجنش منك. يعني المكرونة بتاعتنا سواها مظبوط. مصفى بقى وابتدي كده اصفي المكرونة بتاعتنا. انا بقى من الناس اللي بتحب تدي المكرونة كده شطفة، علشان بحب المكرونة ما تبقاش منشية وتبقى تقيلة. فالناس اللي ما بتحبش تشطفها براحتها، بتحب تشطفيها هتعملي زي ما انا عملت، فدي خطوة ترجع لك. بس انا زي ما قلت لكم بصراحة انا بحب اديها كده شطفة. يلا بقى نرجع كده للصلصة بتاعتنا بعد ما خدت غلوة. بصوا لي بقى الصلصة بتاعتنا جاهزة في ثانية الا ثانية. الصلصة بتاعتنا بقت جاهزة زي ما قلت لكم. ارجعوا للفيديو علشان تشوفوا الفيديو بتاع الصلصة. صدقوني منجزة بجد في كل الأكلات. في 5 دقايق هتكون جاهزة معاكي. شايفين الصلصة بتاعتنا الزيت بتاعتها ناطرة على الوش علشان الصلصة بتاعتنا مستوية ومظبوطة. يلا بقى نرجع للحلة اللي سلقنا فيها المكرونة، شطفناها. ودلوقتي هنرجع بالمكرونة بتاعتنا اللي احنا شطفناها وصفيناها كويس قوي، وهفضي بقى المكرونة بتاعتي كلها. بصوا عشان انا شطفت المكرونة شطفة فالمكرونة عندي مش لازقة في بعضها كده، هتلاقوها كده مفلفلة. يعني كل مكروناية او كل حباية بحبتها، عشان كده انا بحب اشطف المكرونة بتاعتي. هنزل بقى بالصلصة بتاعتي على المكرونة وهبتدي بقى اديها شوية من الملح وشوية كمان من الفلفل كده علشان نطعم المكرونة بتاعتنا ذات نفسها. وقلب بقى المكرونة كده مع الصلصة مع معلقتين كده من الزيت علشان تبقى كده مفلفلة ومش لازقة في بعضيها، وكل حباية كده تبقى لوحدها ويبقى طعمها كده جميل. نقلب بقى كده الصلصة مع المكرونة. وكمان انا حاطة الحلة على النار علشان خاطر احنا شطفنا المكرونة، فطبعا المكرونة بتاعتنا بردت. فنديها بقى كده تقليبة على النار بالسخونية. بصوا مش قادرة اقول لكم قد ايه ريحتها جميلة وطعمها جميل ومنجزة وسهلة وسريعة. نغرفها بقى في الطبق بتاعنا او تغرفيها في السرفيس بتاعك. انا هغرفها كده في الاطباق بتاعتي عشان اقدمها على طول. واحط كده في النص كده حتة كده من البقدونس او الكزبرة او الشبت، اي حاجة من الخضرة تحطيها كده في النص، تدي كده شكل جمالي جميل كده وتاخد كده العين وتخلي كده النفس تتفتح. شايفين بجد قد ايه هي حلوة المكرونة بقى.
مفلفلة كده ومش لازقة في بعضها وطعمها خطير بجد، سهلة ومنجزة وسريعة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اوعوا تنسوا تحطوا لايك وشير للفيديو وكومنت حلو منكم للتشجيع، واستنوني في فيديوهات تانية جديدة، وأقول لكم مع ألف سلامة.